السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم يا أحلى اخوات وأغلى متابعين من برا مصر ومن جوا مصر، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي أحسن حال. النهاردة بقى يا حبايبي الروتين بتاع النهاردة فوق السطح. هطلع بقى كده على السطح، هنضف مكان الفراخ البيضة الدورة اللي أنا كنت جايباها، وكمان تحت البط كده لقيت برضو تحته كده مش كويس. انتوا عارفين طبعا ان الجو شتاء والجو ممكن يمطر في اي وقت، فلازم السطح بتاعي يكون نضيف. واعمل برضو قاعدة بسيط كده. كملوا معايا الفيديو للاخر وان شاء الله الفيديو هيعجبكم جدا جدا. بصوا بقى، انا كنت حاطه دوره الفراخ البيضه في الاوضه ديت 3 متر في 3. هي على السطح يعني، كنت يعني هي مسقفه وكل حاجه. وطبعا كنت فرشلهم قبل ديت فرشه. جبت بقى شويه راتش كده ورحت جايه برضو فرشاهم قبل ما ابيعهم على طول مثلا باسبوع. انا قلت بقى اكنس بقى الاوضه كده واجهز المكان واطهره. جبت برضو فراخ بيضه، جبت ما جبتش، بس في الاغلب ان انا بقى مش هجيب ليه، لان العلف غالي قوي وخلاص بقى مبقتش تنفع تربيه دلوقتي. التربيه هتكلف شراء العبد ولا تربيته زي ما بيقولوا. فانا لسه مش عارفه انا هعمل ايه بصراحه، بس انا يعني قررت ان انا ما اجيبش فراخ تاني. الواحد مثلا على قد بطتين والواحد يربيهم وخلاص. لان طبعا الغلف غالي اوي زيادة عن اللزوم. الاوضه ديت بقى انا كنت حاطه فيها الفراخ، كانت كل شويه ان انا بقى يعني المكان بيبقى ضيق عليهم. كل شويه بوسعه. كل ما الاقي المكان ضيق على الفراخ، يعني من اصلا الاوضه دي كنت انا قسمها نصين، وبلاقي الضيق عليهم مش عارفين يتحركوا، بوسع لهم شويه شويه بشويه لحد ما سيبتهم بقى في الاوضه كلها. انا معايا اهوت المقشه ومعايا البتاع كده، حته الحديد ديت انا بكحت بيها. هكحت كل ده خالص عشان لما اجي اطهر المكان والاوضه ما يبقاش فيه اي حاجه. طب انا بطهر بقى المكان بايه؟ بجيب بقى شويه فينيك كده على شويه اللهم صل على النبي ديتول. بحط الفينيك على الديتول وبملى مثلا اللهم صل على النبي جردل ميه، يجي مثلا حوالي اكتر من 10 لتر ميه، 15 لتر ميه، وبحط عليهم الديتول شويه من الديتول والفينيك. هما الازازتين دول بشتريهم يفضلوا عندي لما باجي اطهر اي، ببقى مثلا بكنس للطيور ويبقى في اي يعني محتاجه اطهر اي مكان الطيور يعني لما انقلها او حاجه، فبيبقوا موجودين عندي، بيقعدوا عندك مسافه يمكن سنه. بحطهم بقى في الميه، وبعد ما بخلص الكنيس بروح رش الجدران بتاع الاوضه وارش برضو الارضيه. وبيبقى كده بتبقى نضيفة. مفيش فيها اي حاجة. ده بقى للتطهير. ممكن بقى بعد كده افرش بقى طبقة من الجير، او ساعات بخلي الجير لما مثلا باجي اشتري فراخ بقى او بط صغير او اي حاجة هربيها جديدة، بفرش طبقة من الجير وبعد كده فوقها التبن بتاع القمح والنشار. هنا بقى قربت اخلص اهوت. انا خدت كده يعني 3/4. ما فاضلش بس الا اكنس الربع اللي فاضل. لو انتوا بقى مستمرين معايا لحد دلوقتي في الفيديو، حطوا اللايك يا حبايبي عشان اللايك مهم جدا للفيديو. دلوقتي بقى كنا الساعة اللهم صل على النبي، انا كنت طالعة كانت الساعة 9 الصبح كده، بعد بقى ما حلبت الجاموسة وغسلت مواعيني وروقت الشقة كل ده بقى وطلعت. انا بحب اعمل شغلتي بدرية، لان الشغلة بدرية طبعا منسية. اما الواحد يوم كده يتنشط ويعمل شغلته، بيحس ان اليوم بقى فيه بركة كده وبيقدر يعمل فيه كذا حاجة. وممكن كمان الواحد ينزل يحش برسيم، بس ما كان فيه برسيم عندنا فمنزلناش النهاردة. كومت اهوت الكنسة بتاعتي اهوت زي ما انتوا شايفين، وجبت شكارة اهوت فاضية، وهعبيهم بقى فيها كده زي ما انتوا كده شايفين. طبعا السبلة دي اسمها سبلة، يعني الكنسة بتاعت الطيور دي اسمها سبلة ما بنرميهاش. انا مليت الشكارة كده وعبيت شوية واتفضل الشوية دولت هوقف الشكارة بقى كده واعدلها، اعدل حرفها وعبي الشوية اللي فاضلين. السبلة دي ما بتترميش يا جماعة، السبلة دي بتتباع. بس احنا عشان فلاحين مش هرمي السبلة ديت، وبحط اللهم صل على النبي بننزلها عندنا الغيط. في بنحطها على السباغ بتاع الجاموسة، وما بنيجي نزرع بنطلع رطش من الأرض ناشف، وبناخد بقى سبلة الطيور ديت مع السباغ بتاع الجاموسة وبننزله بقى الأرض نعلي بيه الأرض.
بعد ما خلصت بقى طلعت اهوت على الصالة، المكان بقى اللي انا كنت حاطة فيه البط بتاعي. وديت بقى البط كده، دخلته الأوضة عشان اعرف اكنس، عشان بيبقى واقف بقى ومزاحمني. وده بقى مفيهاش يعني كنسة تعوز الحديدة قوي الا بالمقشة كده، عفش يعني اللي هو الناشف ده. اروح جاية لما كده هيلا بيلا، واروح جاية زقلاه فوق سقف الأوضة التانية ديت يعني الصالة. هو المكان كله ده اوضتين وصالة، بس هو مش مسقف يعني كله، هو يعني نص سور كده، مش شقة يعني مبنية كاملة. بعد ما خلصت بقى كده هلم برضو الكنسة دي بقى، الكنسة دي هتروح البحر، اي حاجة فيها ورق او ريش او اي حاجة بتروح البحر، عشان ما بتبقى سباخ وما تأثرش على الجاموس. هنزل بقى كده، انا اخدت وقت كتير بقى فوق على السطح، فانا كنت عاملة حسابي ان انا هوضب اي حاجة للغدا، فعملت اللي هي شوربة العدس دي. حطيت اهوت، كان عندي شوربة كده من بتاعة البط، زودتها شوية مية، وحطيت بقى العدس بتاعي، وحطيت اللهم صل على النبي بصل وطماطم وجزر. وبعد ما ده المخلل دوا برضه انا كنت محداه، كان خيار ولفت بس. بعد بقى ما العدس استوى كويس معايا، ضربته في الخلاط بقى بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. ما بحطلوش بقى لا صلصة ولا اي حاجة تاني، هو بس مجرد ان هو يغلي. يا رب يكون الفيديو عجبكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.